كلمني عن التجربة. مساء الخير. هو بطل الفيلم والمخرج. مساء الخير، انا اسمي محمد رافت، طالب في معهد فنون مسرحيه، ومعانا الاستاذ خالد شريف اللي هو كان قايم بدور الامن اللي كان متضايق ان انا ماسك الكاميرا وكده. فيلم فوتوغراف ده من اخراج عمرو سليم، هو طالب في معهد سينما ودي اول تجربه اخراجيه ليه. قصه الفيلم هو كمان اللي مؤلف الفيلم ده، مستوحى من موقف حقيقي. الراجل ده زميل عمرو في الشغل، راجل كبير في السن ووحداني وكده، كان بيعمل حاجه لطيفه مع زمايله ان هو دايما بيحتفل باعياد ميلادهم. يعني اي حد يعرف ان عيد ميلاده قرب بيحتفل بيه ويجيب له تورته. في يوم دخل عليهم وهو ماسك تورته، فسالوه ايه ده، هو عيد ميلاد مين؟ فقال لهم ده عيد ميلادي. فقال لهم ايه ده احنا نسينا، الراجل ده عمل بيحتفل باعياد ميلادنا واحنا نسينا عيد ميلاده. فمن هنا عمرو استنبط قصه الفيلم والفكره بتاعته. الفيلم ده اخد مننا يومين تصوير، وعمرو قايم بكل حاجه، هو المؤلف والمخرج ومدير التصوير والمونتير، وهو اللي عمل المكياج، وهو اللي عمل الملابس. كان فاضل يعمل ايه تاني؟ بس احنا كل عملنا مثلنا بس. كان فاضل يمثل. فيلم رائع، انساني جميل جدا، ادواركم كلها كانت مؤثره، بجد بنشكركم على هذه التجربه. شكرا لك.